عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. من الرسائل كتير اللي بتجيلي من اخواتي الاصغر، من طلبه اللي بيدرسوا في الطب، واللي بيدرسوا يعني بشكل عام، هي ان انا شلت ماده في الكليه، او ان انا مستوى مش كويس، او ان انا عدت سنه، او ان انا حاسس ان انا قدراتي العقليه مش متناسبه مع الكليه، حاسس ان زمايلي اذكى مني. يعني رسائل كتير من هذا القبيل. والانطباع العام جوه الرسائل دي ان بيبقى فيه يعني جزء كبير او حد كبير من التشاؤم و... وعدم الثقة بالنفس، وعدم الثقة في الحياة، وإحساس بعدم الرضا وأنا طبعا مقدر الأحاسيس الكتير اللي بتبقى يعني عند الأشخاص اللي بيمروا بهذه التجربة يعني. ولكن أنا جاي أقول لك النهاردة يعني شوية نصائح إن شاء الله تساعدك. النصائح دي مش كلام تنمية بشرية، ومش كلام يعني مش كلام مش عملي، كلام عملي وكلام نماذج حية من الحياة يعني. اول حاجه طبعا يعني خلي دايما يعني خلي دايما عندك فهم كامل ان الكليه دي جزء من الحياه بتاعتك. يعني الدراسه بشكل عام هي دي مش الحياه كلها. محور الحياه ما بيدورش حوالين الدراسه خالص يعني. دي نقطه مهمه. تمام. يعني في حياه اي حد، يعني في حياه اي حد الدراسه جزء من الاجزاء اللي بتمثل حياته، لكن هي مش كل حاجه في الحياه. تمام. دي نقطه لازم تخلي بالك منها. عندك حاجات كتير جدا، وعندك تفاصيل كتير جدا في الحياة. لازم تعرف ان التفاصيل ديت مهمة بقدر أهمية الدراسة. تمام. يعني عندك ال الدين بتاعك ده جزء مهم من حياتك. عندك الأسرة ده جزء مهم من حياتك. عندك الصحة ده جزء مهم من حياتك. آم، يعني عندك الحياة، الحالة النفسية ده جزء مهم من حياتك. تمام. دي كلها أجزاء لا تتجزأ يعني، أو ما ينفعش إن إحنا نفصل ما بينها في الحياة. تمام. دي النقطة الأولانية. النقطة التانية، ما ينفعش تخلي جزء من هذه الأجزاء يطغى على الأجزاء الأخرى. يعني ما ينفعش أخلي جزء الدراسة هي دي المرحلة اللي أنت فيها في الوقت الحالي مثلا في الكلية، هي دي المرحلة ممكن تكون المرحلة الكبيرة، لكن هي مش الجزء اللي المفروض يطغى على كل حاجة في الحياة، خصوصا حالتك النفسية. تمام. أم، عايز اقول لك ان مش كل حاجه اول حاجه هي مش اخر الدنيا خالص، او مش اخر حاجه في الحياه ان انت شلت ماده، او ان انت ما جبتش تقدير كويس اللي انت كنت عايزه في ماده، او ما نجحتش في سنه. ده مش اخر حاجه خالص يعني. والحياه اصلا بطبيعتها ما بتمشيش بمستوى واحد طول الوقت. والحياه ما بتمشيش بمستوى واحد طول الوقت مع كل الاشخاص. يعني ما ينفعش تبص لحد او شخص حواليك او ناس حواليك كده وتحس ان الناس ديت ايه ده، الناس دي الدنيا ماشيه معاها بشكل كويس طول الوقت، والناس ديت بتنجح، والناس دي بتعمل حاجة كويسة. لا، انت مش عارف القصة بتاعتهم عاملة ازاي. انت ما سمعتش التفاصيل بتاعت الحياة بتاعتهم، ما سمعتش المطبات اللي هم عدوا بيها في حياتك. لازم تكون على يقين تام ان كل حد قدامك بيمر بتجربة سيئة. تمام. دي نقطة، دي قاعدة أساسية في الحياة، قاعدة لا تجزأ. لقد خلقنا الإنسان في كبد. يعني اللي خلق الإنسان خلقه كده. تمام. واللي خلق الانسان دايما خلق له العسر وبعدين خلق له اليسر، ان مع العسر يسرا. تمام. فدي قواعد ودي سنن ربنا في الارض، انت لازم تدركها. يعني مش انت لوحدك اللي مبتلى في الحياه. تمام. هو اللي انت عديت بيه او التجربه بتاعتك ده ابتلاء. ماشي. فبس مش يعني ده ابتلاء، انت سبحان الله يعني ممكن يكون ده ابتلاء يعني في شخص اخر ابتلى ابتلاء انت ما تقدرش تتحمله. تمام. ف... فالشكر مطلوب. الشكر طبعا في الابتلاءات قبل النعم مطلوب. والله ان شكرتم لازيدنكم. طبيعي ان احنا نشكر ربنا في النعمه، دي حاجه منطقيه، لكن الشكر دايما بيبقى في وقت الشده. تمام. ده اللي انت هتؤجر عليه اكتر يعني. تمام. دي نقطه. النقطه التانيه كمان، او النقطه التالته اللي عايز اتكلم فيها، ان زي ما قلت هي دي مش اخر حاجه في الحياه. يا كتير جدا انا شخصيا شفت ناس زمايلي كتير جدا 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 ما كانش مستواهم كويس في الكليه، وبعد الكليه بقوا كويسين. كتير جدا شفت ناس ما كانش مستواهم كويس في سنة، والسنين اللي بعدها كانوا من الأوائل الدفعات. كتير جدا برضو شفت ناس متفوقين في الكلية، بس الحياة يعني الحالة الاجتماعية بتاعتهم مش أفضل حاجة. شفت ناس متفوقين في الكلية والحالة الاجتماعية بتاعتهم برضو كويسة. الأمور ملهاش قاعدة. بس اللي أنت لازم تدركه إن أيا كانت التجربة اللي أنت مريت بيها، لازم تقعد مع نفسك كده وتشوف ايه الاسباب اللي ادت للتجربه دي، واحسن التجربه دي ازاي، ايه المعطيات اللي انا اضيفها لحياتي
تحسن التجربه دي. تمام. هو ده التفكير المنطقي في التجربه بتاعتك دي. تمام. زي ما قلت لك، انت مش قدراتك العقليه اقل من زمايلك ولا حاجه. انتوا الاثنين جبتوا مجموع دخلكوا الكليه، فخلاص البوابه الرئيسيه اللي احنا بنقول ان هي بتحكم قدراتكم العقليه، خلاص انتوا الاثنين اتساويتوا فيها ودخلتوا الكليه. طب ده ليه جاب اكتر مني؟ وانا ما جبتش الدرجه ديت، او انا ليه شلت الماده، او انا ليه عدت السنه، او انا ما جبتش تقدير كويس. هي الفكره كلها زي ما احنا قلنا ان في معطيات. زميلك ده ممكن يكون يعني استخدم الاساليب المطلوب عشان مذاكره الماده دي. تمام. او ذاكر الماده بشكل كويس. تمام. في ناس كتير جدا باي ذا واي، يعني بالذات الطلبه، لان ايا كان يعني الماده اللي انت بتذاكرها بتبقى تجربه جديده بالنسبه لك. يعني انت اول مره مثلا تذاكر اناتومي، اول مره تذاكر اقتصاد، اول مره في حاجات كده انت ما ذاكرتهاش قبل كده. فطبيعي ان انت ما تبقاش عارف هي الماده دي محتاجه قدر عامل ازاي من المجهود. فطبيعي ان انت ممكن مثلا تكون ذاكرت الماده مره، مرتين، وقلت كده انت ذاكرتها بشكل كويس، تدخل الماده تلاقي ان انت ما جبتش فيها تقدير كويس. ممكن يكون الماده دي محتاجه مذاكره 5 6 مرات. ممكن لو كان حد قال لك كده قبلها، تكون انت يعني خلاص هتعمل حسابك ان انت تذاكرها بدل مره 3 4 5 6 مرات عشان تنجح في الماده. ممكن تكون الماده محتاجه حل اكتر من مذاكره. ممكن الماده تكون محتاجه فهم اكتر من حفظ. تمام. فدي نقطه لازم تقف عندها. عشان كده قبل ما تبدا اي حاجه، قبل ما تبدا اي حاجه في الحياه، مش مذاكره المواد بتاعت الكليه بس، لازم تسال. تمام. يعني ما ينفعش تيجي النهارده وتقول انا اصل انا انا مثلا هخترع القلم. خلاص هم القلم اخترعوه، فابدا من حيث انتهى الاخرين دايما يعني. تمام. الاخرين والاخرون يعني. آه ما تبداش حاجه جديده من نفسك، لازم تسال بما فيه الكفايه. لازم تعرف تشوف حد كده من زمايلك من الدفعات اللي قبلك عمل الامر ده ازاي، وشوف حد متفوق، حد جاب درجه كويسه، واعمل زيه. تمام. اللي بينجح في الحياه هو الانسان اللي بيتقبل الصدمات. الناس الناجحة قدامك في الحياة ديت هي الناس اللي قدرت تتغلب على المراحل الصعبة في حياتها. مش هقول مراحل الفشل في الحياة بس، لأن عايز أقول لك إن أقل ابتلاء هتبتلاه في الكلية هو إن أنت يكون عندك مشكلة في مادة، وأنت تصف في مادة، وأنت تصف في سنة. ده أقل ابتلاء. يعني في ناس حواليك يعني بيجي لها ابتلاءات جسدية، ابتلاءات صحية، بتفقد حد من أهلها، أهلنا في فلسطين. فاهمني؟ ف... يعني الابتلاء ده ابتلاء بسيط جدا واختبار بسيط. لو انت عايز تنجح لازم تتغلب على الاختبار البسيط ده. لو انت ما تغلبتش على الاختبار البسيط ده مش هتعرف تتغلب على حاجه في الحياه. ده اختبار بسيط حرفيا، يعني انا بكلمك من المستقبل، ده اختبار بسيط لازم تتغلب عليه. لازم تشوف المعطيات اللي تساعدك في التغلب عليه. تمام. فحته ان انا بقول لك افهم ايه اللي انت تعمله عشان تتغلب على موضوع الامر ده. وحاول مرة تانية وتالتة ورابعة وخامسة. هتقول لك أنا حاولت كتير. مفيش ليميت للمحاولات. محدش محدش طلع كتاب كده وقال لك لو انت حاولت 100 مرة خلاص بطل محاولة. تمام. مفيش حرفيا ليميت. افضل حاول لحد ما تنجح يعني. يعني دايما في مثال كده، يعني حد دايما يقول له تخبط على الباب لحد ما في حد هيجي يرد. مفيش حد في البيت. ممكن حد من الجيران يشوفك بيخبط هيجي يقول لك مفيش حد في البيت، تعالى في وقت تاني. فاهمني؟ فافضل حاول طول الوقت، حاول لحد ما توصل. تمام. وزي ما قلت لكم، الحياه لسه هتبقى شايله لكم كتير. يعني الحياه لسه شايله لكم يعني اخوات الطلبه، الحياه لسه فيها مغامرات كتير وفيها مطبات كتير. فما ينفعش تيجوا في اول مطب والحياه تسود في وشكم. لا، الحياه لسه فيها حاجات كتير جدا جدا مفرحه. واعرف برضو ان انت يعني مثلا لو انت كنت تعبت في حاجه وحسيت ان انت ما حصلتش او ما جالكاش اللي انت عايزه فيها، اعرف ان انت ربنا يشيل لك حاجه كويسه. تمام. فاصبر واحتسب، اجتهد، وان شاء الله يعني يجي لك اللي انت عايزه. بالتوفيق ليك.